الله يبارك لك. خلاص ففي حاجات مين القرده شيتا؟ ما ده طيب في خلاص بلاش، في حاجات كتيره وبعدين مش كل ده كلامك يا استاذ هاني. انا نفسي بس الناس اللي عماله تتاجر في جسم الوطن بالذات وتحت والاعلاميين بالذات، يعني فضائيات الغوازي والعوالم وبرامج الغرباني بتاع التوك شو، انا من الكل بتحط في لا كفة واحدة؟ يعني الغالبيه، خاصه القنوات المبلوله والمغسوله. يعني ليه متحولين ليه؟ يعني صبي هلا سرحان ده اللي ليه اراضي خدها من نخنوخ، والراجل اللي كان مهمته انه يتغزل في صدر اليسا ومؤخره روبي اللي عامل فيها وطني دلوقتي، واللي هش الدبان من على وش علاء مبارك. يعني ليه؟ والراجل اللي بيحسسني ان هو بيتخانق على حنفيه ميه في الدويقه بتاع الاي ار تي بتاع الاوربت. ليه؟ اللي مراته حماله الحطب. انت قلت عليه انه رضع من لبن نجوى فؤاد. كلامك ده دليل على انك رضع من لبن. وكلمتني بعديها نجوى فؤاد قالت لي انا اتجوزت 5 مرات وما خلفتش، ارضعه ازاي؟ قلت لها بس انت شلتيه؟ قالت لي شلته اكتر من مره في البيت. والتاني اللي قال لك الرسول مش مصري، اللي كان واخد الترامادول لابوس برضه، صاحب جريده الفجر. معلش يعني بلاش بقى، يعني طالما ذكرت انت كده يعني يا عم الله يبارك لك اتحفظ بس على لا ما ذكر كل تحفظش، الزملاء. ده كتب عني مقال في الموضوع ده. الراجل كان باشتراك الظهر واناركي بعد اتهمت عبد الله بدر او على الاقل انتقدت اسلوبه وقلت ان انت مش مع الاسلوب ده، ومع ذلك تنتهج نفس الاسلوب. لا انا ما انتهجتش نفس الاسلوب. انا عبد الله بدر حتى لو انتهج نفس الاسلوب عيب لانه داعيه، انما انا راجل معروف شرشوح. لا العفو طبعا، يعني انا احترمك واقدرك يا ربنا يخليك. يعني مش فارقه معايا انا. اصل على فكره عايز اطمن الشعب المصري واطمن المشاهدين، حتى الحبس انا معايا ما يفرقش. انا على فكره في 3 قضايا مرفوعين ضدي، قضيه من امير سالم وقضيه من نجيب ساويرس، وبيقولوا لي هيفاء وامها رفع عليك قضيه بس لسه ما فيش حاجه جت. انت مالك ومال هيفاء؟ انا مالي ومال هيفاء؟ انا لو فكرت فيها 5 دقايق تقف عليها بالخساره. توصلت الهيفاء كمان يا حبيبي انا مالي ومالها، بس عيب لما تعمل نجمه وهي اصلها يعني بلاش تقول حاجه خارجه. الله يخليك. مش خارجه وانا داخله والله العظيم يا استاذ هاني. يعني انا يعني بلاش، يعني واحده فنانه خالها كان طبال في فرقه دفاع عبده، ماشي. خالتها كانت فنانه استعراضيه وهي اللي قالت انا فنانه استعراضيه، وهي طبعا رقاصه. امها من حواري الويل، جدتها غنى خليل من حواري بولاق. يبقى انا اللي بجيب بالكلام ده بشهادات الميلاد اللي قايله كده. وبعدين انت هو عيب انك تعترفي بالكلام ده انك انت من عيله متوسطه او عيله. ايه المشكله؟ ما انا راجل ابويا فلاح اجير وخدت الثانويه الاعداديه لو على لمبه جاز وفخور بابويا اللي كان طب وانت ايه مشكلتك انها خالها كذا ولا امها كذا؟ انا مش انا اللي قلت ده كلام متداول في الاعلام، عشان خالتها اللي قالته في 2009 في جريده اخبار الحوادث وفي حاجات تانية. مش وانا اللي قلت. ما تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوه يا اخوانا. خالتها اللي قالت ان هي سرقت 97,000 جنيه منها مجوهرات دهب لما راحت تعمل موديلز، كانت مجرد موديلز قدام عصر الحلاني. انا عمري ما قلت الكلام ده ولا ليا دعوه بيه. اتصالحت مع ريهام سعيد ولا لسه؟ نعم. اتصالحت انت وريهام سعيد ولا لسه؟ وانا ريهام سعيد من مستواي عشان اصطلح معاها. ايه اللي حصل بينكم؟ لا مفيش حاجه حصلت. جت ست البيت وسجلت معايا حلقه واستضفناها واحترمناها، وطلعت بعد الحلقه بقى قاعده تتهبل وقالت نبيل وحش اصلي ما تصدقوش كلامه. كان بيقول افيهات وطبعا كل حاجات انا على فكره ما اتكلمش غير بمستند حتى في الاعراض، لان الاعراض دي ما شيء طبعا دي اخطر شيء ما ينفعش اتكلم وبعدين على فكره بتكلم في ليها في الاعراض، لانه اللي بيجاهر بالمعاصي ما لهوش غيبه ولا نميمه حسب علمي كمان الشرعي. يعني الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك اللي بيجاهر بالمعاصي ما لهوش غيبه ولا نميمه. اذا كان انت اللي فاضح نفسك عشان نفتي بقى. خلينا انا لا انا بقول لك على قد علمي. انا يعني انا اقدر طبعا يعني ان انت قلت على قدر علمي بس يعني برضو يعني كل الاحترام والتقدير لكل من ذكر اسمائهم في هذه الحلقه، ويبقى الحديث على مسؤوليته هو. على مسؤوليتي وعلى مسؤوليتي على مسؤوليته هو. هو العقده عليه.